لو ضغطك عالي ما تقلقش، مش لازم دايما الدواء هو الحل الوحيد، لأن الأكل ليه تأثير قوي جدا على ضغط الدم، سواء يرفعه أو يخليه منضبط تماما. أول وأهم خطوة، قلل الملح، مش بس تقلل اللي بتحطه بإيدك، لأ كمان قلل اللي مستخبي في الأكل الجاهز زي المخللات، زي الشيبس، السوسيز، اللانشون. دول بيزودوا الصوديوم في الجسم، وده بيرفع الضغط بسرعة جدا. بدلهم استخدم بدائل طبيعية للنكهة زي الليمون، زي الخل، الثوم أو الأعشاب اللي زي الزعتر والروزماري، هتدي طعم كويس جدا بدون مشاكل صحية. تاني حاجة، زود أكلات غنية بالبوتاسيوم. البوتاسيوم بيوازن تأثير الصوديوم وبيساعد على استرخاء الأوعية الدموية، وهتلاقيه في الموز والبطاطا، الزبادي البلدي، السبانخ والأفوكادو. كمان خليك فاكر دايما إن الترطيب مهم جدا، اشرب مية على مدار اليوم وما تستناش لما تعطش. قلل الكافيين وامنع المشروبات الغازية لأنها ممكن ترفع الضغط عند بعض الناس. في البروتين اختار الصح، اللحوم الحمراء خدها باعتدال، والأفضل دايما المشوي أو المسلوق بدل المقلي. والمصدر النباتي الممتاز هو البقوليات اللي زي الفول والعدس والحمص، فيهم بروتين ومفيهمش دهون ضارة. خلي طبقك فيه دايما خضار وسلطة، خصوصا الجرجير، الخيار، طماطم. الألوان الكتير في طبقك معناها فيتامينات أكتر ومضادات أكسدة تحمي القلب والشرايين. وحاول تتحرك كل يوم حتى ولو نص ساعة مشي، لأن الرياضة مع الأكل الصح هي المفتاح الحقيقي لاستقرار الضغط. في النهاية، النظام مش حرمان ولا معاناة، هو أسلوب حياة بسيط ومتوازن، وكل وجبة بتختارها صح بتبعد نفسك خطوة عن مشاكل الضغط ومضاعفاته.